فيلمنا النهاردة بيبدأ مع العميل السري بيل بوب، وهو بيجري في شوارع لندن ومعاه شنطة مليان فلوس. بيل حاسس إن في عيون بتراقبه في كل حتة. فجأة بيقرر يكلم مراته جيل علشان يطمنها، لكن التوتر كان مسيطر عليه. تمام. بيل بذكائه قدر يهرب من المراقبة وركب أتوبيس ونزل منه بسرعة تانية خالص علشان يتوه اللي وراه، وسرق موتوسيكل وطار بيه في الشوارع الضيقة. لكن قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي الجميل وتنزل تدوس لايك وتشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد ونستمر. يلا بينا. في الوقت ده في غرف العمليات الخاصة بالمخابرات الأمريكية في لندن، المدير كويكر ويلز كان هيتجنن. رجالته فقدوا أثر بيل والشنطة اللي كانت معاه اختفت تماما. بيل لقى نفسه محاصر، فقرر يركب تاكسي ويطلب النجدة من المخابرات علشان يحددوا مكان لخروجه. التاكسي بيتحرك وبيل بيكلمهم وهو قلقان، لكن ما كانش يعرف إن في عقل مدمر بيراقب كل حركة. الفوضوي الأسباني الخطير كان مهكر إشارات التاكسي وغير خط سير الجي بي اس، وودى بيل في مكان مهجور بعيد تمام عن نقطة اللقاء. بيل بيكتشف اللعبة، وفجأة بيلاقي نفسه في وسط ضرب نار عنيف. حاول يدافع عن نفسه لآخر طلقة، لكن الدعم اتأخر والشنطة ما كانتش معاه، ورجالة كيزافيه قدروا يسيطروا عليه وياخدوه أسير. كيزافيه عايز يعرف مكان هاكر خطير ملقب ديفاين بيل، وبدأ يعذب بيل بمنتهى القسوة باستخدام أداة صعق كهربائية. بيل رفض يتكلم تماما واستحمل العذاب لآخر نفس لحد ما فارق الحياة من كتر التعذيب. بيل مات، وماتت معاه الأسرار ومكان الهولندي والشنطة. هنا بتظهر فكرة مجنونة. المخابرات مش عاوزة تسيب الأسرار تضيع، فبيستعينوا بالدكتور ميكا فرانكس، عالم متخصص في عمليات نقل الذاكرة من عقل شخص ميت لعقل شخص حي. لكن العملية دي محتاجة مواصفات خاصة جدا. في المستقبل لازم يكون شخص دماغه ما فيهاش مشاعر ولا بيعرف يفرق بين الصح والغلط، علشان الذاكرة الجديدة ما تتصادمش مع مشاعره القديمة. الدكتور بيختار سجين خطير جدا اسمه جيريكو ستيوارت. جيريكو ده مجرم عنيف ومحبوس في سجن شديد الحراسة في فرجينيا، وعنده تلف في الفص الجبهي للدماغ بسبب حادثة صعبة في طفولته خلت عقله خالي تمام من أي تعاطف بشري. المخابرات بتروح تاخده من زنزانته وهو مربوط بالسلاسل، وبيدوه حقنة مهدئة قوية وطاروا بيه على لندن. على متن الطائرة العسكرية جيريكو كان نايم متخدر تمام، والدكتور فرانكس بيسأله عن الحادثة القديمة اللي غيرت حياته. جيريكو حكى ببرود إن والده رماه من شباك العربية لما عرف إنه مش ابنه. في نفس الوقت شاشات التلفزيون كانت بتعرض لقاء مع كيزافيه، وهو بيتكلم عن رغبته في تدمير الحكومات الفاسدة من خلال برنامج هاكر مرعب عمله الهولندي. برنامج بيقدر يخترق كل الرموز العسكرية والنوويت في العالم. بتبدأ العملية الجراحية المعقدة في مقر سري للمخابرات. بيل بوب لسه جسمه شغال بأجهزة الإنعاش علشان ينقله أنماطه العصبية. الدكتور فرانكس بيحفر في جمجمة جيريكو وبيستخدم الألياف البصرية لنقل الذاكرة. فجأة الأجهزة بدأت تدي إنذارات بالخطر، والعملية كانت هتموت جيريكو. لكن الدكتور كمل بضغط من المدير ويلز، وأخيرا الحالة استقرت. جيريكو بيصحى وهو متكتف في السرير، دماغه مشوشة تمام. ويلز دخل عليه وبدأ يسأله بحدة عن الهولندي وعن الفلوس. جيريكو بيبصله ببرود وبيقوله إنه مش فاكر أي حاجة من الكلام ده. ويلز حس بالإحباط الشديد واعتبر العملية فشلت، وأمر رجالته ياخدوا جيريكو ويتخلصوا منه تمام. الهولندي الحقيقي كان مستخبي وبعت فيديو بيهدد فيه إنه هيبيع برنامج الاختراق ده للمخابرات الروسية لو ما أخدش لجوء و10 مليون دولار. وفي طريق نقل جيريكو صاحبنا بذكائه العنيف قدر يفك حتة حديد من باب العربية، وفجأة هجم على الحارس اللي جنبه وسيطر على العربية وعمل حادثة ضخمة. جيريكو هرب من وسط العربيات المقلوبة وسرق عربية تانية بعد ما ضرب أصحابها علقة موت. جيريكو ماشي في الشارع وصداع رهيب بياكل دماغه. ذكريات بالبوب بدأت تتدفق في عقله زي السيل، ذكريات عن بيت دافي، زوجة جميلة وبنت صغيرة. جيريكو لقى رجله بتاخده تلقائيا لبيت بيل. دخل البيت باستخدام كود الأمان اللي حفظه من الذاكرة، وربط الزوجة جيل وهي مرعوبة منه. لكن لما شاف البنت الصغيرة إيما حس بحاجة غريبة وجديدة عليه، مشاعر دافية وخوف عليها. بص في المراية وشاف انعكاس بيل بوب، سرق شوية حاجات وفلوس ومشي بسرعة،
وجيل بذكائها قدرت تضغط على زر الإنذار السري. المخابرات لقطت الإشارة وعرفوا إن جيريكو راح البيت. جيريكو راح مكتبة عامة كان بيل بوب بيخبي فيها فلوس، وطبقا للذاكرة لكن ملقاش الشنطة. المخابرات تتبع دخوله على حساب بيل السري، وفي نفس الوقت جيريكو راح يقابل الدكتور فرانكس في صيدلية علشان ياخد حبوب للصداع المرعب. فرانكس لما شاف تصرفاته وطريقة كلامه عرف إن خلايا المخ بدأت تستقبل ذكريات ومشاعر بيل بوب فعلا. وفجأة قوات المخابرات حصرت الصيدلية وقبضوا على جيريكو. لكن إلسا دراع كزافيه اليمين كانت بتراقبهم بعربيتها. وعلى كوبري كبير في لندن إلسا ورجالتها هاجموا على عربيات المخابرات بضرب نار كثيف. جيريكو استغل الفوضى، فك كلبشه وأخد سلاح من حارس ميت وسرق تاكسي، وبسبب الحصار ملقاش مفر غير إنه ينط بالتاكسي من فوق الكوبري في المية. جيريكو طلع من المية مصاب في رجله وتعبان لكنه لسه عايش. المخابرات الروسية دخلت على الخط وبعتوا فرقة خاصة لندن علشان يوصلوا للهولندي، وجيريكو رجع تاني لبيت جيل وهو بينزف. جيل كانت خايفة منه لكنه بدأ يحكي لها تفاصيل دقيقة جدا عن حياتهم الشخصية مستحيل حد يعرفها غير بيل، وعمل لها الحركة السرية اللي بيل كان بيعبر بيها عن حبه. جيل هنا بدأت تصدق إن روح وعقل بيل بوب جوه جيريكو، وبدأت تساعده وتعالج جروحه. الهولندي وصل لآخر المدة وقرر ينفذ تهديده، واشترى شفرات غواصة نووية أمريكية وفعل نظام الإطلاق. العالم كله كان على حافة كارثة، لكن في آخر تانية أجهض العملية ودمر الصاروخ ذاتيا في الجو بأمان علشان يثبت قوته بس. جيريكو في البيت بدأ يقرب من البنت الصغيرة إيما ولعب معاها على البيانو نغمة بيل كان بيعلمها لها. الصبح جيريكو شاف مج قهوة عليه شعار جامعة لندن، وفجأة افتكر إن بيل بوب شال الشنطة في مكتبة الجامعة مش المكتبة العامة. جيريكو طار على جامعة لندن ودخل قسم الكتب النادرة، وفعلا لقى الشنطة السوداء المليانة فلوس وفيها الفلاشة اللي عليها البرنامج. وهو خارج تفاجأ بكازافيه قاعد مستنيه بكل برود، وإلسا صعقت جيريكو بالكهرباء تمام لحد ما فقد الوعي وأخدوه معاهم. كازافيه خطف جيل وإيما كمان علشان يضغط على جيريكو، وأخدهم كلهم على مكتب جيل في الجامعة. جيريكو لقى الهولندي مستخبي هناك واداله الشنطة والبرنامج، وبدأ الهولندي يجهز شفرة الاختراق. لكن إلسا فجأة غدرت بيهم، ضربت جيريكو بالنار وأنهت حياة الهولندي تمام وأخدت الفلاشة. جيريكو رغم إصابته قاوم وضرب إلسا بنبات صبار تقيل، وفضل يضربها لحد ما قضى عليها تماما وأخد الفلاشة وهرب في عربية إسعاف. جيريكو كلم كازافيه من تليفون إلسا. كازافيه قال له إنه مستنيه في المطار ومعاه جيل وإيما، ولو ما جابش الفلاشة هينهي حياتهم. المخابرات كانت بتراقب المكالمة، وويلز طار بالهليكوبتر يلاحق جيريكو. جيريكو وصل المطار. كازافيه كان ماسك البنت الصغيرة وبيهددها بالسلاح. جيريكو بمنتهى التضحية رماله الفلاشة. كازافيه غدر بيه وضرب جيريكو بالنار كذا مرة وسابه بيموت وركب طيارته الخاصة وطار. كازافيه وهو في الجو حاول يستخدم شفرات الاختراق لتدمير المطار بالصواريخ، لكنه ما كانش يعرف إن جيريكو اتفق مع الهولندي قبل ما يموت على تعديل البرنامج. الصاروخ انطلق تمام، وفجأة غير مساره في الجو ورجع على طيارة كازافيه وفجرها بالكامل وقضى عليه تمام. جيريكو وقع على الأرض غرقان في جراحه، وذكريات بيل بوب بدأت تتلاشى تدريجيا من عقله. بعد كام أسبوع جيريكو صحي ونجا من الموت، لكنه فقد الذاكرة والوعي بكل اللي حصل. وبكده بيخلص فيلمنا المشوق تمام، ونشوفكم في فيلم جديد. سلام.